14 قرن بنبني فيه. يا سلام. مين اللي غرض يخرج؟ ها؟ من بره يعني الناس جايه من بره. الناس بعد ما سقفت لنا الثوره دي ورفعوا لنا القبعه ومنشتات في اعظم الصحف في العالم بتصدرنا مصر. ها؟ هو الثوره النظيفه، لأن دي مصر. حزين بما حدث؟ لأن دي مصر طبعا حزين جدا جدا. يعني أنا لطمة. لو وجهت رسالة من فنان كبير وقدير ونكن له كل احترام وتقدير لكل ما يقدمه على شاشة مصر وعلى شاشة الوطن العربي، ممكن تقول خلالها ايه؟ بقول للمصريين كلهم اعتزوا بالمصريين، حطوا ايدهم في بعض. احنا في اشد الحاجة في الوقت ده ان احنا نتكاتف. فنان صبري فواز، الفنانين المحترمين اللي لهم مواقف واضحه، تقول ايه بقى في الوقفه النقابيه الفنيه تجاه الفتنه الطائفيه اللي انت اول واحد دعيت ليها للامانه؟ يعني ان احنا عايزين نعلن للشعب المصري ان ده كلام ما يخصناش ولا يتبعنا ولا دي ملامحنا. احنا طول عمرنا ناس طيبه وعايشين مع بعضنا، والاسلام ما دخلش مصر في السبعينات مع البترول. يعني الاسلام طول عمره في مصر، ومصر اللي شايله شعلته وتنشره في العالم كله. الجديد ده هو ثقافه البداوه والصحراء، وده لا يشبه مصر ولا يشبه الدين ولا يشبه اي شيء في الدنيا. ده مش بتاعنا ومش عايزينه ورافضينه. طيب انت شايف ايه من وجهه نظرك الحل عشان اللي حصل ده ما يحصلش تاني؟ الحل في ايد وزاره الثقافه. وزاره الثقافه عندها 250 بؤره نور، كل بؤره منهم اسمها بيت او قصر ثقافه. تفعلهم هتواجه هذا التطرف وهذا الظلام اللي جاي يحل على مصر. طب والميزانيه اللي خفضوها 100 مليون؟ الناس دي مش فاهمه ان وزاره الثقافه وزاره سياديه في الاصل، وزاره ثقافه مصر تحديدا لانها اعمق واكبر واقدم ثقافه في العالم، فتبقى وزاره سياديه، وزاره ثقافه مصر. اللي مش فاهم كده نقول له، واللي فاهم وبيلعب نقول له بتلعب في حته خطر، لان ده توقيت بالذات محتاجين فيه وزاره الثقافه جدا. لان انت ما قدامكش دلوقتي معركه الحريه خلصت، فاضل معركه الوعي. الوعي مش هيتم غير بالثقافه. شكرا استاذ صبري. شكرا. الفنان احمد ابراهيم احد المشاركين في الوقفه الاحتجاجيه، تفتكر من وجهه نظرك حل هذه الازمه اللي بتعصف بالثوره المصريه وبمصر كلها؟ حلها ان احنا نتكاتف. يعني احنا حاولنا كفنانين، كمجموعه من الفنانين، وفي مجموعه من الفنانين اللي اكبر مننا سنا وخبره، هم اللي دعوا للوقفه ديت، ان احنا نتضامن مع اخواننا المسيحيين. واحنا كلنا اخوات، يعني حتى في الوسط الفني او في الشارع او في البيت او في اي مكان في المواصله ببقى قاعد جنب مسيحي، جنب مسلم، جنب شيخ، جنب سني، جنب سلفي. احنا كلنا واحد. والثوره لما قامت، يعني يمكن انا واحد من الناس اللي كنت موجودين، وكان معايا شباب كتيره جدا، كانت كل الطوائف موجوده وما كانش فيه خلاف ما بين اي شخص والتاني. الشيخ كان قاعد جنب المسيحي، قاعد جنب الفنان، قاعد جنب الفنان التشكيلي، قاعد جنب الممثل، قاعد جنب الولد اللي جاي ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه وجاي يشارك بس بحسه الوطني. فاحنا اللي حاصل دلوقتي ده لسه بقيه النظام الفاسد اللي تم اسقاط راسه لسه موجود ولسه بيلعب، وفي اخطاء كبيره جدا بتحصل دلوقتي. حاجه منها ان اللي محكوم عليهم باحكام ولسه في القضاء بيقول كلمته، موجودين مع بعض بيحركوا المجتمع وهم قاعدين جوه في طرق، معاهم تليفونات ومعاهم لابتوب ومعاهم انترنت ومعاهم كل حاجه. فاحنا بنحاول نقول كفنانين ان احنا يد واحده، مفيش فرق ما بين مسيحي او مسلم، احنا كلنا اخوه، والوطن دوت بتاع المسلمين وبتاع المسيحيين. ومهما حصل من فلول النظام احنا مش هنقبل ان يبقى في فرقه ما بيننا وما بين بعض. شكرا فنان احمد ابراهيم. السيناريست والفنان محمد الغيطي، وجودك في نادي النقابه كاحد المشاركين في الوقفه الاحتجاجيه، تفتكر علاج هذه الازمه اللي بتعصف مصر كلها ايه؟ علاجها انه كل القوى الوطنيه المؤمنه بمدنيه وديمقراطيه الدوله، ومؤمنه بانه الدوله السيقراطيه او الدينيه ستعصف بمصير هذا الوطن تقف وتتكاتف. ولذلك اهميه هذا المؤتمر او هذه التظاهره اليوم، ان الفنانين، المثقفين، الكتاب، المخرجين، الممثلين، كل من يعمل في الوسط الفني والثقافي يقف وقفه واحده ضد المتشنجين من بعض السلفيين والبلطجيه وقوى الثوره المضاده. مصر طول عمرها اللي بيقفوا يحافظوا على رمانه الميزان فيها هم المثقفين
الوطنيين المؤمنين بالديمقراطيه والليبراليه. شوف كده في تاريخ مصر الحديث كله هتلاقي مشعلي ثورات والمحافظين عليها هم المثقفون. عندما تحدث الثورات، حصل ده في ثوره عرابي، وحصل ده في ثوره 19، وحصل ده حتى في ثوره 52 حاول الاخوان المسلمين يركبوا عليه. دايما تلاقي بعض الجماعات الدينيه بتركب الثورات، ومن يدافع عن مصر هم المؤمنين بحريه الراي وبالحوار واللا عنف. لذلك انا بقول اهميه النهارده ان الفنانين المثقفين يقفوا وقفه رجل واحد ضد طيور الظلام وضد قوى الثوره المضاده. شكرا استاذ محمد. الفنان ايميل شوقي، وكويس ان احنا فتحنا تصوير وانت بتضحك يعني. انا هكلمك كفنان ومش كمسيحي، لكن انت شايف حل هذه الازمه اللي بتمر بمصر كلها ايه؟ حل المشكله دي يكمن في تطبيق القانون. القانون لازم يتطبق، طبق على المسيحي، على المسلم، على الكافر، على اللي بيعبد النملة، على أي حد طالما تواجد على الأرض المصرية فلازم يتطبق القانون. إنما حكاية بقى طب نعمل قعدة ود وقعدة صلح وقعدة عرف ويجي الشيخ فلان مع القسيس فلان ويقعدوا يسلموا على بعض ويبوسوا بعض وفي الآخر يعفوا عن الناس اللي مثلا ارتكبت ذنب معين او ارتكبت جريمه معينه، انا شايف ان ده مش حل. الحل ان القانون يتطبق ويطبق على الكل سواسيا. يعني في حاجه تاني غير تطبيق القانون انت شايفها؟ وظيفتنا احنا بقى كفن وكاعلام ان احنا نعمل حاجات بتتكلم بصراحه عن المساله دي بدون تلميح وبدون ان احنا يعني نمس المسألة من بعيد. دي قضايا جوهرية بتمس المجتمع المصري، ومعرض المجتمع المصري ان هو يولع في اي لحظة لو احنا ما دخلناش يعني بمجهود جامد في حل القضايا دي، سواء اذا كان بقى في المسرح او في المسلسلات او السينما، يبقى في معالجة للقضايا دي. شكرا فنان. وبعدين قول طيب. وبعدين بقى حكاية واحدة أسلمت ولا واحد أسلم ولا، ما المشاكل دي موجودة من زمان يعني، أو المسائل دي موجودة من زمان في مصر. واحدة غيرت دينها ولا واحد غير دينه، سواء إذا كان مسيحي ولا إذا كان مسلم. إيه المشكلة؟ ما هو الدين بقى في الآخر بتاع ربنا، والناس عايشة في مجتمع لازم تعرف إزاي تتعايش بشكل سلمي مع بعض. شكرا أستاذ إيميل.